والشلوحة ومال الصحراوي ما تعاونهم. السلام عليكم ورحمة الله. راك بيك من الحماس في العيون والمنطقة وجدور الطرفاية والسمارة. باب ما قد تعدلوه شعبهم أهلهم ودمهم ولحمهم. هون الجوع عاد الناس تروح ما تعشات. الله يا خويا اللي خاق من العائلات وحاني يقول لك كل لحم ب 24,000 و 22,000 الكيل. لا كيل دجاج ب 12,000 جزائرية و 13 و 14. كاخت البيض ب 14,000 ب 15,000. البيضة ب 500 دولار جزائرية. وخاق العائلات بلا معين عندها العائلات من يعلم ليه ترى ما عندها ما توكل ذاك كيل من العدس والله كيل من اللوبيا وبطاقة من الزيت و8 كيلو من الفريق والله 7 كيلو والله 6. شي ثاني مو خارج النظام اللي جاي. وخاقات عائلات بلا معين خاقات رامل وخاقات عائلات شهاد وخالقات هجاجيل ما عندهم شي ما خالق. ترى هجالة عندها 2 و3 سكار ولا خيمة همر من ما بلا معين ولا فرض عليهم يسولوا. شوف والله يا اخو ما تسالني حلو في التسول اللي عاد خارج هون وحايز فينك تسول. لا زين عندي بعد جيل الرابون نهار اي نهار في المرسى وتوقف وتخرس تسول ساعات خارج او لا عاد لك ياسر على المخيم. انا ما حاجز السوق يبدا تسول طلاب تصدق عاد وخالدي ولا كانوا هذه حاجة قريبة على الصحراء وانا تهازل في مرسى ويوم في التسول قلت التسول مهم. التسول عاد خالق التسول والفقر خالق وخالق الناس ما عندها باش تعشى والعربي خالقت من العائلات هي اللي ما يراو باش يشروا من الزيت هون ما هو كافي. ذيك 15 يوم ولا 16 يوم فوتت يدهم وذيك 17 ما طلبته ما يجابر 14,000 جزائرية بس في بطاقة من الزيت. والفقر والجوع محروقات بات ب 40,000 جريكان. اللي ما عنده 40,000 ما هو حارق. مات لحد قد له حاجة مرة قد له حاجة الطبي لا قال غزوار وشنو ما جاب ما أثروا ما ينبت الربيع وشوف. والله اللي هو العائلات العايشات في الفقر المزعج شيء عايشة لا تحت ستر مولانا توف لا بالقناعة. 7 كيلو من ترى عائلة فيها 5 ولا 6 بلا معيل وبلا حد ونعطى لها 10 كيلو ولا 20 كيلو من الفرين تعطى لها كيلين من الشعرية ونص لتر من الزيت ما يفوت الأسبوع. والله اللي خلقت العائلات اللي في الفقر المزعج وعاد تقعهم كارثة. الصحراء قاع ما كانت فيهم تسول وعاد تسول خارج تسول قاع ما نعرفوا في الصحراء وعاد خارج. لكن تتم في الرابون الزق من ذمات عليات الله قالب عليهم كلهم جايتك تطلب مسيكينة وهذا ما هو هذه عادة ما كانت في الصحراء. اليوم اللاجي عاد يشتري كل شيء من جيبه ياسر من التموين انقص. اللوبيا مثلا تنعطى التون مثلا ينعطى الشعرية تجيك مرة ماني عارف الكم وحتى الكيلوات تعمار وكذا والتمار مثلا يجي قليلا ما هو رمضان كون يسول عن حق يعني اموره ولا شيء ولا احد مبالي به ولا احد مبالي بالمواطن ولا احد مبالي بمعاناة المواطنين. ليكم تعرفوا اليوم على انه اللجوء عاد لا كيف اخبار مادة ثانية توف عايشة في ارض مثلا عنها مستغلة الى اخره. لانه لانه اليوم اللاجي عاد يشتري كل شيء من جيبه ياسر من التموين انقص. اللوبيا مثلا تنعطى التون مثلا ينعطى الشعرية تجيك مرة ماني عارف الكم وحتى الكيلوات تعمار وكذا والتمار مثلا يجي قليلا ما هو رمضان وحتى هم اللي في الكيلوات والله كذا. إذا قارفات ما هم صراحة قانين ولا سامرين من شيء.
في الوقت اللي انت يوميا تشري اللحم، يوميا تشري الخبز، اذا انت من دير لها معادلة، اذا صراحة كل شيء تشريه بما قاع فيه الضوء تخلص. اذا هذه التحديات، هذه التطلعات، الشباب اليوم، اي شاب بضريك مهما كان، اي شاب في اللجوء تقول له شنو زين عندك، يقول لك زين عندي نهاجر. اول شيء يقول لك اسبانيا ولا فرنسا. لانه لماذا؟ لانه صراحة المقاتل فينا والله اي حد قايس مؤسسة فرع عليه يعود يتبتب، فرع عليه يدخل تبتيبات، فرع عليه لانه فاضع، لانه اصلا اللي يقبض ما هو كافيه. اذا هون يعود يلود الشان مصدر رزق وكذا. اذا هون لا يكذب عليكم حد. الرجال اليوم خارقه، رجال اليوم راهي تبكي بها ما هي مروحه على شلالها. وراكم انتم عارفين حياه المخيم عاد شنبتها. اللي عاطيه مولانا ولو والله اخوه قال اسبانيا يرسل له لك 500 يورو 1000 يورو يرشوا بعد، غير خالق العائلات الياسرة اللي والله ما عنده حد في اسبانيا ولا عنده حد في فرنسا ولا عنده حد شيء، وهي مولي ما كان عندها من شيء. هي واحد تبذل مشروع، واحد تبذل ما تقدر تعمل هك ولا تجيك، ما وفرت له الدولة باش يغني هو نفسه والله تزيد الراتب. ونحن رانا نقولوا تزيد هي الرواتب اللي تعطى، هي ما هي رواتب، هي لا منحة. لكن منحة الجامعي هذا اللي يعطوه 80,000 من كل هي لا منحة، مال ما هو خلاص مليونين والله، مليونين ل4 أشهر، لا ما هو خلاص يبو. لا يمشي لا تشتري زقيبة من الحموم، زقيبة من السكر، بطاقة من البارد، خلاص وفات. مع انك تقعد اللي توكن تبذيه 3 أشهر 4 أشهر اخبار من ملي. وش قال عادوا عندك العلايات والله الطافيلات والله. اذا انا هون نتكلم من عين المنطق، من عين الحقيقة، وللأسف على انه هذه الفئة ما خالق حد مبالي بيها ولا مسؤول عن حال الشاب، يسوى صار متخرج ويسوى ما هو متخرج. وحتى والمؤسسة اللي عاد، وحتى الترشحات والله كذا عاد يربطوها بشروط تعجيزية. الناس باغية تقبض كل شيء، المناصب كاملة اللي لها، منين تموت تمشي لي شغل الغبر. للأسف ما عندهم ديناميكية، لأن الشباب هو روح الأمة، الشباب هو مصير القضية، الشباب هو اللي تقد تعدل بيه، وهو اللي تقد تضرب بيه. تقوم انت للشباب اللي عندك آلاف منه وتخليه يسوى صلاك القاري منه ويسوى ذاك ما هو قاري منه، وتهمش وتقصيه من أجل نزوات أشخاص. ولا معت منافق من الدرجة الأولى كيف هو مسيلمة ما تقد تحوزه. وبالتالي نمشوا ضحية لنظامين. نحن المواطنين بس نحن ضحية مرتين، ضحية لأنه المغرب قبض التراب وقبض الخيرات، اللي في الوقت اللي ذيك الخيرات الصحراويين مكفيتهم لسنوات طويلة. بارك الله تبارك الله ما شاء الله. إذا عمر بن الخطاب مزين دينك بنقول لك هلا رواية بودة عرف عنا قارجن المخيم بإذن مولانا والفيدة ويجدوا عرف عنا راي مولي زي الرواية ما هي حدها عندي جروب فهم. قلتوا صرتك بعد إلى رد الله ذاك الكلام يدنك تنجم عليه وتفقدني سمعت واحد هون يقولوا له بودة والله سمعت ما قالش انا فهمت اقول لي بيو لا